يا صباح الفل، عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده بقى احنا صاحيين بدري انا وابراهيم بقى وطلعنا بدري كده. ايه النهارده هنجرب لكم احسن سندوتش برجر عندنا يا جماعه هنا في السوق. هنجرب من 4 مطاعم، صح؟ هم تقريبا 4 مطاعم من عندنا بيعملوا ايه سندوتشات برجر النهارده. فاحنا المره اللي فاتت عملنا لكم تجربه اللي فاتت الشاورما وكده. النهارده بقى هنجرب لكم احسن سندوتش برجر عندنا هنا يا جماعه. بصراحه انا بحب البرجر. ابراهيم اصلا من عشاق البرجر، هو بقاله فتره اصلا بيقول انا عايز اصور برجر عايز اصور برجر. فاحنا صحينا بدري النهارده وقلنا بقى نطلع بقى نصوره بقى ايه، الجو مشرق كده يعني ايه، شمس على هوا على كده. فالنهارده هنجرب احسن سندوتش برجر. بس اضغطوا لايك بقى وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان نعمل لكم برده فيديوهات جديده كده. واكتبوا لنا في الكومنتات برده افكار نعملها لكم كمان. يلا بينا. هنبدا باول مطعم مين؟ بص احنا هنمشي كده هنشوف بقى. احنا هنجرب 4 مطاعم. هم الاربع مطاعم، هم في 3 مطاعم جنب بعض وفي مطعم بعيد. احنا نروح البعيد الاول نجيب منه، بعد كده نروح اللي هم ايه ال3 اللي جنب بعض. صح كده؟ صح. يلا بينا. يلا بينا. طيب يا جماعه بقى ايه، خلاص جبنا كده الايه السندوتشات البرجر. جبنا ال4 مطاعم مع بعض علشان بس ما نتاخرش. احنا كنا ايه هنروح نجيب مثلا نجرب كل سندوتش لوحده وبعد كده نروح على المطعم اللي بعديه. فاحنا قلنا بقى ايه علشان الوقت بس ما تاخرش علينا، فاحنا جبنا ال4 سندوتشات من 4 مطاعم كده عشان الفيديو ما يطولش وعشان كمان الاكل ما يبردش. فاحنا جبناهم كلهم مع بعض. كده بقى نجرب اول واحد. هنجرب اول واحد اللي هو جاي اول سندوتش ده، احنا طالبينه ايه من بدري، اللي هو دروب يا جماعه. ده دروب، المطعم اسمه دروب فرايد تشيكن ساندوتش. دروب فرايد تشيكن ساندوتش. هنبدا باول ساندوتش. بص بقى هو جايب هنا ايه، كاتشب، واحده كاتشب بس. لا جايب اتنين كاتشب. وجايب هنا ايه كلافز. بس هو جابه كده، هو لفه كده. بصوا بقى انا ايه اعمل لكم حته صايعه كده، اجيب لكم الطبق بتاعي من البيت والسكينه من البيت. افتح يا باشا. طبعا يا جماعه ده ايه بقى حجم الساندوتش كبير قوي من جوه. عايز بص اقول لكم المكونات بتاعته. نرفع كده يا باشا. بيف مدخن. ده بيف مدخن. قطعتين بيف مدخن وقطعه برجر كبيره على فكره. يعني قطعه البرجر مش صغيره، على قد الرغيف بالظبط. وخس وطماطم وجبنه شيدر وبصل وحاجات كده. كاتشب جوه؟ لا هو حاطط لك كاتشب بره. بس انا عن نفسي انا ما بحبش ما دام في جبنه شيدر وكده ما بحبش احط عليه كاتشب، بتضيع طعمه الصراحه. هو الجبنه الشيدر طعمها احلى. يلا يا باشا نقسم يا باشا. بص يا جماعه انا عاوز اقول لكم بقى السندوتش من جوه عامل ازاي يا سيدي. هوبا بصل بقى وشغل وحركات. انا عن نفسي ما بحبش يعني البرجر يبقى فيه بصل، بس عامه انا هاكله ايه وفيه بصل عادي، المهم الطعم. يلا بينا نقول بسم الله. بسم الله. البيف المدخن عامل له طعم جامد. بس يعني ايه مش مكتر فيه صوص الجبنه ولا الصوصات اللي فيه. الصوصات اللي فيه ضعيفه خالص، بس هو كطعمه حلو. بس البيف المدخن عامل له طعم تحفه. لا هو تحس ان هو ايه قطعه البرجر اللي فيه تحس هي ناشفه كده، بس هو كطعم مش وحش صراحه يعني. بتك عليها في النار شويه بس، لكن هي تحفه والله. بس طعمه حلو. طيب نخش بقى على اللي بعده وندي التقييم في الاخر. نخش يا جماعه على اللي بعده. معانا تشيكرز. افتح يا باشا وخش عليها عشان الواحد جعان. نتغلف شويه. بص هو جايب هنا ايه، هنا مناديل معطره ومناديل وجايب كلافزات سندوتش، وجايب واحده كاتشب بس مش مشكله. هتلاقي حاطط جوه، خلي بالك. بص بقى ايه نفتح كده ونقول بسم الله. سخريته لازقه في الورق. ده سخن بقى يا سيدي. ده على فكره التاني اكبر من ده. حجم السندوتش صح؟ حجم العيش يعني هنا اصغر شويه. هما التاني بكام؟ بص ده ب 110 والتاني احنا ب 110 ب 105 صح. التاني ب 105 وده ب 110. بس ده التاني اكبر من ده في العيش. هنا حجم السندوتش. وشوف برضو البرجرايه. بس هنا مليان جبنه. بص الجبنه اللي فيه، بص انا هطلعها لكم على الطبق احسن. هنا برضو ايه المكونات بتاعته.
بس البرجر شكله جامد. هنا بصل، وبرده بصل وطماطم وخيار وصوص جبنه شيدر بقى وصوص تكساس يا جماعه. صوص البرجر العيش الاصلي. مش عارف من السخونيه ولا هو باين. هو العيش مسك هنا برضه ايه، هنا كتر صوص الجبنة. تكساس هنا. والبيف ده مش مدخن. هنا لا بيف مدخن تقريبا بس يعني. مش زي التاني. لا هنا البيف مش واخد جريل. صح يا ابراهيم. بس انا عايز اقول لكم ان هنا قطعه البرجر قد ايه؟ زي التاني ولا التاني اكبر؟ هي تقريبا تاني اكبر شويه، تاني بس أكبر هنا شوية. دي اتخن شويه. قطعه البرجر هنا ايه اتخن شويه. السمك بتاع ده اكتر مم. يعني اعلى من التاني. بس التاني يعني ايه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده معمول على الفحم لان انا سالت بتاع المطعم قال لي احنا هنا بنعمله جريل فحم والتاني جريل عادي. لا الفحم. المطعم دروب بيعمل جريل عادي وتشيكارز جريل فحم. بس الفحم مش عارف بقى بيدي هو طعم. العيش بقى يعني ايه مفرول ولا ايه، بس هو شكله كده مفرول يعني، يا بايت يا اما هو من التغليف. تقريبا من التغليف. خلينا هيبان ايه، في الطعم. خلينا نقسم بقى كده يا باشا. بسم الله. اوه احلى حاجه ان هو ايه، صوص الجبنه فيه كتير والصوصات فيه مليانه الصراحه يعني. بص تحس ان هو سندوتش ايه ملغوص كده. بسم الله ابدا. بسم الله. طعمه جامد. وقطعه البرجر من جوه بصوا قطعه البرجر تخينه ازاي. الجبنه فيه ياما. جبنه في ياما وقطعه البرجر تخينه. اللحمه طريه مش ناشفه. لا عشان ماشي على الفحم مديله طعم جامد. خش يا باشا تاني، خش اديله. بسم الله. حلو قوي. بجد السندوتش ده جامد. صوص الجبنه اللي عليه عطيله طعم حلو. بس هو رغم ان العيش اصغر من العيش التاني والحجم البرجرايه ممكن تحس انها صغيره شويه، بس هي سمكها تخين. بس هو برضو نفس المكونات، بيف بيكن وبصل وخيار وطماطم وخس. انا عايز العيش يبقى كبير سنه صغيره بس هي حجم البرجرايه يا جماعه كبيره يا جماعه. ده برضو ده ب 110. اللي مكيفني فيه ايه؟ ان هو صوص الجبنه فيه حلو كتير. انا بحب سندوتشات البرجر اللي تحس ان هي ايه ملغوصه كده وفيها صوصات كتير وفيها حاجات كتير. بس ده عجبني قوي. ده ياخد 10 من 10. طب يلا بينا نخش على السندوتش اللي بعده والمطعم اللي بعده. تشيكن كريسبي يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان كل المطاعم دي بتعمل مش برجر بس، بتعمل فرايد تشيكن وسندوتشات برضه فراخ. بس احنا حبينا نجرب بس ايه نشوفهم في البرجر بتاعهم عامل ازاي. تشيكن كريسبي. افتح يا برنس. بصوا يا جماعه هو إيه المطعم ده هو عامل عرض سندوتشين واحد بيف واحد فراخ ب 120 جنيه. بس انا طلبت ايه، انا طلبتهم ايه، طلبت انا العرض ده. قلت ايه نستغل العرض ده. هو جايب واحد فراخ واحد برجر، بس احنا هنقيم البرجر لان احنا بنجرب برجر لحمه بس. بصوا يا جماعه هو تقريبا كل المطاعم بتعمل العيش كله زي بعضه. يعني احنا لحد دلوقتي احنا جربنا 3 مطاعم نفس العيش. بس على فكره برضو العيش السندوتش اللي فات ما كانش بايت ولا حاجه. لا هو من التغليف بس والسخونيه، فكان السندوتش ماسك فيه. بصوا وده شكله العيش بتاعه جميل خالص. بس مش حاطط اي حاجه ولا هو هنا بقى ايه مش حاطط. هو هنا حاطط ده رانش. ده تقريبا صوص رانش تقريبا كده، صوص رانش وصوص جبنه وقطعه البرجر. بس قطعه البرجر يعني شكلها صغيره شويه. وحاطط خس وخس تحت اهو. ده بكام؟ ده مع سندوتش الفراخ، سندوتش تشيكن فراخ وسندوتش البرجر ده عامل 120 جنيه. يبقى الاولاني كان عامل 105. 105 بس ده ما تنساش ده سندوتشين. ده عامل عرض. الاولاني 105 الثاني 110. ده بكام؟ ده ب 120 سندوتشين، سندوتش فراخ وسندوتش برجر. انا قلت بس استغل العرض ده ونجيب ده. بس بص بقى انا عندي ايه يعني، انا بحب السندوتش يبقى كده براند كلاسيك كده. ما احبش بقى فيه يعني ايه طماطم ولا بصل ولا حاجات من دي. انا برضو كده. انا احب بس لحمه وصوص جبنه كتير. يلا ده نفس الحجم خلي بالك يعني. كل السندوتشين ب 120 بس عشان عرض يعني. كل السندوتشات حجم واحد. يلا يا باشا نقسم. ايوه بقى. بصوا برضه قطعه البرجر من جوه تخينه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو العيش اتبهدل عشان احنا ايه قاعدين بنقسم بالسكينه وكده. يلا يا باشا بسم الله. جميل. بص هو حلو، اللحمه حلوه. كتر الجبن كتر الصوص. لا بس انا مش حابب صوص الرانش
في البرجر. هو تقريبا صوص الرانش تحطه على الفراخ، لكن برجر اللحمه ما بيبقاش حلو قد كده. ده بالنسبه لي يعني، ممكن يكون هو عجبك انت يا ابراهيم. وده حلو، خلي بالك مش وحش. هو صوص الرانش عجب ابراهيم، لكن انا بالنسبه لي صوص الرانش على اللحمه ما بيعجبنيش قوي. انت مثلا ايه لو حطيت بجبنه شيدر او اي صوص تاني او باربيكيو وكده هيبقى طعمه حلو قوي. وبرده ناخد قطمه تاني. والبرجر ناشف برضه. فعلا صح. البرجر برضو قطعه البرجر، بص انا عايز اقول لكم ان هي ما هيش طريه. ناشف. يعني ايه تشيكارز كانت قطعه البرجر فيه طريه، لكن هنا قطعه البرجر هنا تحس ان هي ناشفه. بس عايز اقول لكم ان هو برضو احنا جايبينه سخن عشان ما حدش يقول انتوا جايبينه بارد وكده، لا هو سخن. خلينا بقى نخش على اخر واحد. اخر واحد معانا وهو ماكسز يا جماعه. يا جماعه على اخر واحد. ماكسز ده انا مش مطمن له. ليه يا ابراهيم؟ وريني كده. بص لا ده حجمه كبير، ده شكله حجمه كبير. جايب معاه مناديل وثلاثه كاتشب. حلو. اوه لا يا ابراهيم بقى، لا يا ابراهيم ده هنا في كلام تاني يا جماعه. اما نشوفه. بس هنا بقى حجم السندوتش كبير. حجم كبير على فكره، ده زي السندوتش الاولاني. حجم السندوتش كبير. شايفين الصوص جبنه الشيدر. ايوه انت ادي لي جبنه شيدر، ما احبش انا صوص رانش ولا اي الكلام ده. جبنه شيدر وباربيكيو على البرجر بس. على البرجر بتبقى تحفه. هنا برضو المكونات مكوناته ايه هنا؟ هيتبهدل مني يا ليه جبنه شيدر. اوبا. لا افتح في الكاميرا مش شايف. بص يا باشا هنا بقى ايه احلى حاجه لو ما حطش بصل. لا ده تصدق ده حاطط بصل بس خفيف. بصل وطماطم ومخلل. بص هو حاطط هنا بقى ايه بصل وطماطم. مش شايفين لفه جه. ايوه كده. تعالى هنا. ايوه بص بصل وطماطم وخس وحاطط هاليبينو. انزل بقى كده. بس المفروض ان في هنا اهو، كنت لسه اقول بيف بيكن برضه يا جماعه. بس قطعه البرجر مدخنه، ده تخينه جامده. بس انا عايز اقول لكم هي قطعه بيف برجر، قطعه بيف بيكن واحده. امسك ده كده صحيح. يلا يا باشا. هنا قطعه البرجر كبيره. قطعه البرجر عامله ازاي؟ تقريبا دي اكبر قطعه برجر في السندوتشات كلها. لا الاولاني. هو الاولاني. بس دي يعني ايه، واخده وش جريل جامد وصوص الجبنه فيه كتير. يلا نقسق. يلا يا باشا. وقول بسم الله. بص بقى يا جماعه اما نعمله دي. ايوه يا روم. يلا نسميه ونقول بسم الله. بسم الله. انا عايز اقول لك صوص الجبنه بص في حته تانية. صوص الجبنه في حته تانية. المحل اللي كنت بقوله مش مطمن له عشان ايه؟ عشان ابراهيم كنا جبنا قبل كده ما عنده فرايد تشيكن، ما كانتش عجبت ابراهيم، فقال لك البرجر بتاعه يعني ايه ممكن ما يكونش حلو. لا بس الصراحه البرجر بتاعه حلو. يعني ايه جريل حلو طعمه حلو، واخد تشويحه كده، مش عارف هو معمول الفحم ولا جريل، بس تقريبا ده جريل. بس حجم البرجر برده كبير وصوص الجبنه حلو قوي قوي قوي. بس على فكره برضه اتضح لي ان يعني هو مش حاطط مخلل ياما ولا طماطم. انا بحب بقى كده، انا مش بحب، انا زي ما قلت لك ما بحبش فيها بصل وحاجات من كده. بس لازم حاجه تحدق معاك. لا انا بحب، بص انا بحب سندوتش البرجر لازم يكون مثلا جبنه خس، بس ما بحبش بقى ايه يعني في بصل وفي حاجات كتير، بس يعني مش وحش. لو خيار مخلل ماشي، بس هو كان طعمه حلو الصراحه. خيار مخلل بس حلو جميل. ندي بقى ديت للقطه عشان في قطه هنا مستنيانا من ساعتها. حطه عندي ورا اهو. فين؟ كله نحطهم في الاخر بعدين. انا محاول اشيلها كام حته كده. ماشي يا جماعه احنا كده خلاص جربنا الاربع مطاعم اللي بيعملوا برجر. هقول لكم بقى المطاعم اللي عجبتني بالترتيب كده. اول واحد عجبني تشيكارز، لان طبعا البرجر بتاعه كان حلو، طعمه حلو وطري وجوسي كده، واللي كان عاجبني فيه صوص الجبنه وكان كتير تمام. وتاني مطعم ماكسز يا جماعه اللي احنا لسه مجربونه الاخير ده، لان كانت البرجر برده كانت كبيره وحلوه وكان صوص الجبنه حلو وكتير. وثالث مطعم دروب يا جماعه، دروب فرايد تشيكن اللي هو اول مطعم احنا جربناه، واخر مطعم اللي هو تشيكن كريسبي، لان انا ما عجبنيش البرجر اللي بيبقى محطوط عليه صوص رانش. يعني انا عن نفسي انا لو حطينا مثلا باربيكيو او جبنه شيدر هيبقى احلى من اللي هو الصوص الرانش، لان انا ما عجبنيش الصوص الرانش. انت اللي عجبك يا ابراهيم؟ انا اللي عجبني بقى اول حاجه رقم واحد ماكسز. ليه بقى؟ لان كان في كل حاجه كويسه وكان العيش كبير. تمام لان هم كلهم يعني يعتبروا في سعر واحد، بس انت عامل كده هنا السندوتش كبير جدا والتاني اصغر يعني بحاجات يعني. وانا عن نفسي انا ما يفرقش معايا الحجم، بس انا يفرق معايا الطعم بس. انا بتكلم في كل حاجه، في الطعم وفي الحجم. هو لو مش حلو مش هكسبه، بس عشان هو حلو انا هديه رقم واحد. وتاني واحد اللهم صل على النبي. تاني واحد شيكار.
ماشي. تالت واحد دروب، هو حلو عشان اللحمه فيه كانت تحس ان هي ناشفه شويه. بس عادي، مش بس كان طعمها حلو، بس كان سندوتش كبير وكان فيه صوص ياما وكان فيه حاجه تاني. رابع واحد بقى اللي هو تشيكن كريسبي. طب يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، عملنا لكم كده يعني ايه تجربه خفيفه كده. ما تنسوش برضه تكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات برضه تجارب عايزين نعملها ايه، وصلوا في القناه دي يا جماعه، عايزين بقى توصل يعني ده 20,000 دي احنا عايزينها توصل 50,000. 20,000 ده خلاص هتوصل 20,000. احنا عايزينها توصل ل 50,000 اخ واخت عشان نعمل لكم الحفله الكبيره. تمام. ما وصلش توصلوا الفيديو لاكبر كميه من اللايكات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، نقول لكم يلا سلام. طبعا يا جماعه بقى ابراهيم ايه احنا حوشنا القطط برضه اكل تاكل ايه من السندوتشات بتاعتنا. احنا ما كناش كل السندوتشات على فكره، احنا كنا ايه ابراهيم بيسيب حته وانا اسيب حته. كله بقى ما تكسفوناش. شوف رايهم هم كمان. ايه ده، هو مش عايزين ياكلوا ولا ايه؟ دي برجر والله، فيها برجر والله، فيها برجر. ايوه والله فيها لحمه كلها يا جماعه. احنا سايبين لكم من كل سندوتش ربع رغيف لوحده. هم مكسوفين ياكلوا ولا ايه؟ بياكلوا. هم بياخدوا الامان بس الاول. شكلهم عايزين سمك. يلا كلي بقى، يلا هنشوفكم على خير، يلا باي.